السلام عليكم ورحمة الله. من بدع شهر صفر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أعجبنا منه. ثم أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة شرك. لعله إذا أراد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء، لعله إذا رد بعض قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. أيها الإخوة، جاء في الحديث الذي رواه البخاري: لا عدوى ولا قيضة ولا هامة ولا صبر. قال صلاح الدين عمود السعيد: والنفي في لا هنا أبلغ من النهي. وحكى قول ابن رجب: وأظهر ما قيل في ذلك أنه نفي لما كان يعتقده عن الجاهلين بأن هذه الأمراض تعدى بطبيعتها من غير اعتقاد تقدير الله لذلك. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن إن ذلك على الله يسير. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا صبر، أن المراد نفي ما كان أهل الجاهلية يقولونه بالنذير، وكانوا يحلون المحرم ويحرمون الطهر مكانه. وقال ابن رجب الحنبلي أن المراد أهل الجاهلية كانوا يستشمون بالسفر ويقولون أنه شهر مشهور. صلى الله عليه وآله وسلم: نعوذ بالله من الشرور ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، إخوتي في الله، يقول الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا قيضة. فكثير من الناس يتشاءم بسفر وربما ينهى عن السفر فيه
ويقول بعضهم ينزل كل سنة 320 ألفا من البليات، وكل ذلك في يوم الأربعاء الأخير من صفر. وبعضهم يجتمعون في آخر أربعاء من شهر صفر بين العشاءين في بعض المساجد. عباد الله، يقول المؤلف صلاح الدين في كتابه قاموس البدع وخلاصة الكلام أن التشاؤم بصفر وغيرها أن التشاؤم بصفر وغيره من الأزمنة ونحو ذلك من البدع الشركية التي يجب تركها والابتعاد عنها. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين لله رب العالمين. السلام عليكم. وكيف الحال يا تلميذ؟ جميع الحال في النعم. جزاك الله أستاذي بدار الخلد ذا القمم. بها أنهار من لبن وخمر ما لها سقم.